ولكن أنا شخصيا توليت أدلكم على من يصلح للانتخاب إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهناك هذا مرشحين من قبل المكتب، هذا لجنة شكلنا، فالمجموعة قليلة جدا، مجموعة 15 و 16 نسمة في كل محافظة، نفرين مثل خمرة البرلمان القادم إن شاء الله تعالى. فإذا وصلت إيدكم إلى هؤلاء فهم، فإذا ما وصل إيدي أحد لهؤلاء فاعلموا أن سيد عمار الحكيم ابني وابن مرجعية. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتبهوا جيدا إلى نقطة، انتبهوا يا إخوتي أولادي، أني مو معصوم، معصوم فقط أنبياء والرسل والأئمة هم والزهرة هم معصومون، تمام؟ بل هم معصومون. ابني عمار سيد عمار الله يحفظه مو معصوم أيضا، قد يكون في قائمته من لا يعجبك وأنت غير مقتنع به، أي ذاك ثاني ثالث، لكن لا تخرج عن هذه القائمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. واعلم شيء آخر، كما مرجعية تاريخها في النجف العشر، لا تفكر في الكرسي لا لنفسي ولا لأولادي أبد أبد. الله تعالى أعطاني شرف الدنيا والآخرة، وهو أني قادم لشيعة علي، شو يسوي بالكراسي؟ يحفظني لخدمتكم. ولكن تعودنا وعودنا أساتذتنا العالم في الحوزة العلمية أن نلوي إذان القاعد على الكرسي إذا مشى، هذا عهد، وإذا ظلم الشاب، وهذا ديدني ويكون ديدني أيما كان يأتي على الحكم، إن لم يمشي عدل فسوف ألوي إذانه إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما عندنا صداقة إلا مع العمل. واعلموا أبشركم الله رايد أن يكون العراق يوم من الأيام سيد العالم، ويكون سيد العالم إن شاء الله.